تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعا تافيلالت والمديرية الإقليمية لزاكورا تنظم البطولة الوطنية المدرسية لكرة السلة لفئة 3-3-5-5 نخبة وللجميع تحت شعار الرياضة المدرسية من أجل تلميذات وتلاميذ منفتحين وناجحين. وهذه التظاهرة الرياضية الكبرى تنسجم ومقتضيات تنزيل الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026 في الشق المرتبط بمحور التلميذ لجعله منفتح وناجح، إذ يساعد ذلك على متابعة دراسته وعلى تفتق شخصيته، وأيضا الحفاظ على صحته النفسية والجسدية. وهي هذه التظاهرة تمثل مناسبة سانحة للتنافس الشريف بين التلميذات والتلاميذ القادمين من مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمملكة. ثم أيضا هي كانت فرصة كذلك لمديرية زاكورا من أجل الاستثمار الفضاءات الرياضية داخل المؤسسات التعليمية، وأيضا مجموعة من الملاعب القرب كذلك. فرصة أيضا للتلميذات والتلاميذ الزائرين والمشاركين في هذه البطولة للتعرف على ما يزخر به إقليم زاكورا. فهذا يدخل ضمن خضم البناء الشخصية والتربية على المواطنة، وأيضا معرفة ما تزخر به بلادنا بشكل عام من جوانب ثقافية واقتصادية واجتماعية تساهم في تنمية وبناء شخصية المتعلم.